الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا اللي كانت القوه ديالو 7 ديال الدرجات، وهذا الشيء وقع بالتحديد في جنوب تركيا. وهذا الزلزال حسوا به سكان لبنان وسوريا والعراق ومصر وحتى اليونان، وخلف من موراه الالاف ديال القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، وبالاضافه لانهيار العدد كبير من المباني. وحاليا المئات ديال الناس واحلين تحت الردم ديال العمارات. وهذا الزلزال استمر لمده دقيقه في مدينه كهرامان وتسبب في دمار اكثر من 10 ديال المباني، وهذا الشيء على حساب المقاطع اللي كتوثق اللحظه ديال الزلزال. وعلنات إدارة الطوارئ ديال تركيا بأنهم سجلوا تل دابا 78 هزة ارتدادية، وكان قال الرئيس ديال مرصد الزلازل أن هاد الهزة الأرضية كتعتبر هي أكبر هزة من هذيك اللي كانت وقعت في عام 1999 واللي تسببات في مقتل 17,000 شخص. والخطير في الموضوع كاين احتمال كبير أنه يوقع من مورا هاد الزلزال موجات تسونامي. وصرح المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأنه كاينين توقعات كبيرة باش تكون موجات تسونامي كبيرة من مورا هاد الزلزال اللي وقع، وتقدر تضرب مدينه على قدها وتغرقها كامله. وبالنسبه لسوريا فراه الزلزال ضرب بزاف ديال المحافظات، وقال الدفاع المدني السوري بانه 400 واحد توفاو والالاف ديال الناس جرحى وفي حاله حرجه. ودابا حاليا الوضع عندهم تمايا صعيب لواحد درجه كبيره، وقالوا ان مدينه حلب هي اكثر مدينه كلات الدق، وحاليا عشرات الضحايا والاشخاص مازال واحلين تحت الردم ديال العمارات. وقالت هيئه رصد الزلازل بالعراق قالوا بانهم كانت عندهم هزات قويه ولكن بلا ما يسجلوا حتى شي خسائر، العكس اللي وقع في تركيا وسوريا. المؤسف في هذا الشيء ان كاع المناطق اللي فيها الزلازل في سوريا هي نفس المناطق اللي كانت كتضرب بزاف في الحروب، والمشكله يلا مساكن بداو كيخرجوا ويبداو يبنيو حتى جا هذا الزلزال ويدمر لهم كل شيء. قبل ما يوقع الزلزال ب3 ايام وقع واحد البلان في تويتر، واحد الجيولوجي هولندي حط بوست وقال فيه انه احتمال غادي يوقع الزلزال ب 7.5 في الجهه ديال تركيا ولبنان وسوريا والاردن. ما لاحظتوش معايا واحد القضيه؟ مني لاح البوست وحضر فيه بانه غادي يوقع واحد الزلزال حتى واحد ما داها فيه، وكيقول ان هاد الهزات راه مازال غادي تستمر، وراه مازال كيحط الى يومنا هذا بوستات وكيشرح حتى فيديوهات على هاد البلانات ديال الزلازل. ربما هادشي اللي وقع في سوريا وفي تركيا لا قدر الله يقدروا يوقعوا في بزاف ديال البلايص في العالم. وتقع مناطق الزلازل الأكثر نشاطا في آسيا وتركيا وأفغانستان وشمال أفريقيا والأمريكيتين. كيف ما شفتوا هادو هما المناطق اللي مهدده باش يوقعوا فيها الزلازل، لذلك خصنا نعطيو اهتمام بواحد الجديه لهذا الموضوع. والصراحه هادشي اللي ولينا كنشوفوا في هذا الوقت راه ما بقاش كيبشر بالخير، فنتمنى من الله انه يحفظ كاع خوتنا اللي كاينين في تركيا وفي سوريا وكاع المناطق اللي مهددين بالزلازل. ولكن الا قلت لك ان ليلى عبد اللطيف توقعات بان هذا الزلزال غادي يوقع قبل المونديال، كانت قالت فيه بانه غادي يكون واحد الزلزال قوي اللي غادي يضرب تركيا وسوريا والعراق وحتى شي دول عربيه. زلزال قوي بيضرب بعض الدول العربية وبيؤدي للأسف الشديد إلى سقوط ضحايا ما بين قتلى وجرحى ومفقودين مع حصول أضرار مادية جسيمة، وبتحصل تداعيات هذا الزلزال إلى حدود سوريا وتركيا. الزلزال القوي الذي هز تركيا وشمال سوريا خلف عشرات الضحايا وتحدث عن أشخاص عالقين تحت أنقاض المباني المنهارة في شمال غرب البلاد. احنا كاملين كنعرفوا ان هادشي كامل اللي قالته غير تخربيق وما عنده حتى شي معنى، هي فعلا بزاف ديال الحوايج تنبأت بهم ووقعوا، ولكن احنا كاملين كنعرفوا ان هادشي كامل واحد المؤامره وواحد المخططات اللي مخططين ليهم ودارسينهم. ولكن الا كنتي مؤمن وعندك واحد اليقين بالله سبحانه وتعالى ما غاديش تيق هادشي كامل، لان كيف ما قلت لكم ان هادشي كامل مدبر ومخططين ليه. ولكن الا كان ايمانك ضعيف بالله فراه حاجه طبيعيه انك غادي تيق التخربيق ديال التنبؤات والتوقعات. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كذب المنجمون ولو صدقوا ولا يعلم الغيب الا الله. حنايا في واحد العصر ديال التكنولوجيا وكاينين بزاف ديال الالات اللي كيكونوا كيرصدوا الزلازل، فراه حاجه باينه غادي يكونوا عارفين من شحال هادي بانه كاين شي زلزال اللي غادي يضرب تركيا وسوريا. ومن الاسباب اللي كتخلي الزلازل انهم يوقعوا هما داك الفتوحات اللي كيكونوا في الاعماق ديال البحار، وهاد الفتوحات كتكون عباره على شقوق بين جوج حجرات. في بعض بقاع العالم هاد جوج حجرات كيتحاكوا مع بعضياتهم وكيتصادموا، وهنايا بالضبط كتشهد حركه التصادم وداك الطاقه المكدسه كتولي زلزال وكتضرب الارض.
واحد الملاحظه دابا، انا تقريبا تساليت الفيديو ومونطيتو وقديتو وناوي دابا نلوحو، وفي اخر لحظه ويبان لي داك العالم البيولوجي الهولندي لاح واحد البوست جديد، وقال في البوست: قد تتسبب الهندسه القمريه في بعض النشاط الزلزالي القوي في الايام القادمه، خاصه في يوم 8 فبراير، على الارجح في نطاق إم6. هناك احتمال ضئيل لزلزال اكبر. ستستمر الهزات الارتداديه في وسط تركيا، ويمكن ان تصل الى ارتفاع ما بين 5 و6. كيف ما شفتوا مازال غادي يجي زلزال اخر وغادي يضرب تركيا، ولكن هاد المره غادي يكون ما بين 6 حتى ل 5. المهم تقريبا في اخر لحظه شفت هاد المعلومه قلت ضروري خاصني نزيدها في الفيديو. وهنا تقريبا نكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى نكون وصلت لكم كاع المعلومات بلا ما نسيت حتى شي حاجه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يحفظ جميع امه المسلمين من هاد الكوارث اللي ولينا كنشوفوهم. والاخوان والاخوات، بلا ما نطول عليكم، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس. دا سيمسون مازال كيصدمنا كل نهار بالتوقعات ديالو الغريبه للمستقبل، ولكن كلنا كنامنوا بانه لا يعلم الغيب الا الله، وكلنا كنعرفوا ان هاد التوقعات هما عباره على واحد الخطط اللي مدروسه بواحد العنايه اللي كبيره، ولكن حنا ديما كيكون عندنا داك الفضول باش نعرفوا التوقعات والاحداث ديالو الجايه. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا توقعاتهم لسنه 2023.